أهلاً بيكم. أنا ميرا سامي ودي حلقة جديدة من سلسلة حلقات نسوان قادرة، وهنشوف النهاردة إزاي إن الغيرة ممكن تتحول لجريمة مرعبة، تفاصيلها في منتهى الغرابة. القصة بتحصل في مدينة العين في الإمارات، وحقيقي هي قصة صادمة وتفاصيلها مرعبة. بطلة الحكاية ست مغربية عاشت سنين طويلة مع صديقها المغربي. الراجل ده كان عمره 29 سنة وهي أكبر منه ب8 سنين، يعني الفارق ما بينهم في العمر كان كبير جدا. وبالرغم من ده العلاقة استمرت سنين طويلة، لحد ما يوم بيقرر حبيبها إنه يتخلى عنها، وقال لها بكل هدوء إنه عايز يتجوز بنت تانية، وده كان سبب كافي يخليها إنها تقلب الدنيا عليه. تخيلوا معايا كده واحدة عايشة مع شخص لسنين طويلة مستنية منه خطوة جدية زي الجواز، وفجأة كده يقول لها أنا لقيت واحدة تانية. واللي حصل بعد كده كان مرعب. في اليوم ده بيتقابلوا وبيخرجوا مع مجموعة من صحابهم، وبيسهروا لحد الساعة 3 الفجر، وطول الوقت كان كل واحد فيهم عايز يثبت إنه هو اللي صح. ولكن لما رجعوا على الشقة النقاش اتطور بشكل عنيف. هي كانت رافضة فكرة إن هي تسيبه، وهو كان بيحاول يقنعها إن ده قراره الأخير. وبيعدي الليل وبتصحى الصبح وبتقرر إنها تجمع حاجتها وتسيب له البيت. ولكن قبل ما تمشي حصلت مواجهة تانية ما بينهم بتقلب بخناقة كبيرة، والمناقشة اتحولت لضرب متبادل، والصوت كان عالي والكلام بقى جارح جدا، وكل واحد فيهم بدأ يطلع في عيوب التاني وعايز يثبت إن هو اللي غلطان. وفي لحظة من لحظات الخناقة بيتملك منها الغضب بالكامل، وبتقوم جايبة سكينة كانت محطوطة على ترابيزة السفرة ومسكته في لحظة جنون، وفضلت تطعنه بالسكين لغاية ما فارق الحياة. ولكن هنا بقى بتبدأ الحكاية الأكثر رعباً، وبتفكر إزاي هتخفي جريمتها بعد ما اتأكدت إنه فعلاً خلاص مات، وبتقرر إنها تتصرف بطريقة أبشع مما أي حد ممكن يتخيل. وبدأت بتقطيع الجثة جزء جزء، وبعدها قامت بفصل اللحم عن العظام وكسرت العظام كلها قطع صغيرة جدا، ووزعت العظام على أكياس زبالة متفرقة وقامت برميها، واتبقى لها اللحم بس. فقررت إنها تتصرف فيه بصورة أبشع مما تتخيله، وراحت على المطبخ وبدأت تطبخ لحم صديقها. ومش بس سلقت كده وعملت شوية شوربة، ده فضلت واقفة في المطبخ ساعات طويلة ما بين تقطيع وتتبيل وشوي، وقامت بعمل كمية كبيرة من رز الكبسة السعودي. والعجيب إنها عملتها بمنتهى الإتقان والروعة، لدرجة ما تخليش حد يشك لحظة في نوع اللحم اللي متقدم له. ونيجي بقى للجزء الأكثر جنوناً، وهي إنها بعد ما خلصت الأكل حطت الوجبات في أطباق بلاستيك بصورة شيك جدا، وقررت تودي الأكل ده في مكان فيه عمال باكستانيين، وراحت ووزعت عليهم الأكل وهي مبتسمة وملامحها كلها احترام وود. وطبعا هم يا حرام معرفوش إن هم أكلوا وجبة من اللحم البشري. وبتبدأ انكشاف الجريمة لما أخو القتيل بيبتدي يبحث عنه، ولما ما بيعرفش يوصله وبيلاقي إن تليفونه مغلق بقاله أيام طويلة، بيروح على شقتهم وبيسألها عن مكان أخوه، ولكنها بكل برود وثبات انفعالي بتقوله إنه سابها وما بقاش يسأل عنها أبداً. ولكن أخوه الشك بدأ يدخل قلبه وقرر إنه هو يبلغ الشرطة. ولما الشرطة وصلت بدأت تحقق معاها. في البداية ما كانوش لاقيين أي حاجة تدل على الجريمة، وده لأنها قامت بتغيير عفش الشقة بالكامل بعد الجريمة، لأنها كانت ذكية بما يكفي وعارفة إن أي غلطة صغيرة ممكن توديها في داهية، وكان مكتوب لها إن أمرها ينكشف. فبالرغم من إنها عملت حسابها على كل الاحتمالات، إلا إن غلطة صغيرة وغبية منها كانت السبب في انكشاف الحقيقة. وبتنصدم الصدمة الكبرى
لما واحد من رجال الأمن بيقوم بتفتيش كل سنتي في الشقة، وفجأة بيفتح آلة التقطيع اللي محطوطة في المطبخ وبيلاقي فيها ضرس إنسان، وطبعاً وقتها تم القبض عليها، والشرطة أخدت الضرس علشان تحلله، وفعلاً بيلاقوا إن الضرس ده هو ضرس الشاب المختفي. وواحدة من الجيران كمان شهدت وقالت إنها سمعت آلة التقطيع دي كانت شغالة طول الليل لغاية الساعة 3 الفجر، وكانت شامة ريحة غريبة جداً، عبارة عن ريحة شياط مختلطة بريحة لحم مشوي. وقدام الأدلة دي السيدة ما قدرتش تنفي، واعترفت بكل تفاصيل جريمتها اللي أنا حكيت لكم عنها، وقالت إنها عملت كل ده في لحظة جنون بدون أي ترتيب منها لما عرفت إن حبيبها هيسيبها. والشرطة وقتها عرضتها للكشف الطبي علشان يتأكدوا من قواها العقلية، وفي المحاكمة صدر ضدها حكم بالسجن مدى الحياة. والقصة دي اتنشرت في وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية، وعملت ضجة مش طبيعية في الإعلام العربي والعالمي، الأمر اللي أثار غضب شرطة أبو ظبي، وطلبت الإعلام بعدم تداول القصة ونفت بعض الأجزاء منها. اتهمت النيابة العامة في الإمارات سيدة مغربية بقتل عشيقها وطهوه وإطعام أجزاء من جسده لعمال باكستانيين. ويقول ممثل النيابة أن السيدة قتلت عشيقها قبل نحو 3 أشهر في مقر إقامتها في مدينة العين، لكن الجريمة لم تكتشف إلا أخيرا حين جاء شقيقه للبحث عنها. ووفقا لما نشرته صحيفة The National الإماراتية الصادرة بالإنجليزية، فإن السيدة في الثلاثينات من العمر، وقالت في التحقيقات إن الجريمة حدثت في لحظة جنون. ولكن ده ما يمنعش إنها قصة من أغرب قصص الجرائم اللي ممكن تسمع عنها، وبتأكد لنا إن الغيرة لما بتتحول لجنون بتكون النهاية مأساوية. وبكده خلصت حلقتنا. أتمنى لو عجبتكم تكتبولي في التعليقات، ولو ما عجبتكوش اكتبولي برضو. سلام.